كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة المعمول السوري على أصوله بكل تفاصيله وتكاته المهمة. هستخدم كيلو من الدقيق، جبت معاه كيلو من العجوة. انا جبت عجوة مطحونة مفرومة جاهزة. لو انت عندك عجوة اللي هي الكاملة تقدري تضربيها في الكبة او تضربيها في الخلاط او تعجنيها بايدك. حطيت عليها معلقة من القرفة ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي. لو انت بتحبي الهيل تقدري تحطي الهيل اللي هو الحبهان المطحون، تحطي برضو معلقة صغيرة، بس انا اكتفيت بالقرفة. وبدأت اكورها عشان اسهل على نفسي تشكيل العجين بعد كده. فكورت الكمية كلها وحطيتها في التلاجة تجمد على ما اجهز العجينة. عندي كيلو من الدقيق، تقدري تستخدمي دقيق زيرو لانه بيبقى خفيف جدا ومش محتاج نخل، بيبقى جميل الصراحة، بس انا ملقيتوش فاستخدمي دقيق متعدد الاستعمالات بس نخليه قبل ما تستخدمي. نخلت كيلو الدقيق هنا. كيلو الدقيق معايا بياخد نص كيلو من السمنة. تقدري تستخدمي اي نوع تحبيه بس يكون ريحته حلوة. لو هو ريحته مش حلوة او النوع مش ممتاز تقدري تحطي معلقتين كبار من المحلب عشان تديله ريحة حلوة وتضيع ريحة السمنة. هنفضل نعجن الدقيق مع السمنة كويس لحد ما الدقيق كله يشرب السمنة. في المرحلة دي تقدري تعجني فيها وقت زي ما انت عايزة، الوقت اللي انت عايزاه، لان السمنة مش بتفعل مادة الجلوتين في الدقيق، واحنا مش عايزين جلوتين في المعمول من العجينة بتاعته لازم تبقى ناعمة. الجلوتين ده اللي بيخلي العجين فيه مطة ويخليه عامل زي عجين البيتزا والمعجنات، واحنا مش عايزين كده. ظبطت العجينة وعنتها في الفريزر لمدة ساعة. طلعت جامدة كده زي ما انتم شايفين. هبدأ تاني ان انا ادعك فيها وانعمها زي ما كانت. لازم يكون المكان اللي انت بتعملي فيه مكان بارد ما هوش حر عشان السمنة ما تسحش منك. هتفضلي ان انت تدعكيه تاني وتنعميه لحد ما ينعم معاكي تاني، وتزودي معلقة سمنة بتخليه ناعم وتخليه لونه فاتح، هتفرق معاكي كتير. هجهز كوباية من المية الباردة، تكون باردة خالص يعني الكوباية تبقى مشبرة، واحط عليها معلقتين كبار من السكر و3 معالق من الشربات التقيل اللي بنعمله للحلويات. لو ما عندكيش حطي عسل ابيض، بس الشربات هيكون احلى. ليه بنحط الشربات؟ بيخليها لونها جميل. لو انتي قللتي عن المعلقه 3 معالق مش هتاخد لون، لو زودتي عن ال3 معالق هتاخد لون زياده منك. فانا كان عندي عسل ابيض، حطيت منه 3 معالق، وتقلبيهم كويس مع بعض جدا لحد ما الخليط ده كله يدوب. وتنغزي العجين كده، تسيبي فيه فراغات بحيث ان انتي هنحط عليه الميه. احنا عايزين العجينه تتلم بالميه، مش هنعجن فيها، يا دوب اللي هي تشرب الميه. مش عايزين نعجن عشان زي ما قلتلك الميه بتفعل ماده الجلوتين، خصوصا الميه الدافيه، عشان كده احنا استخدمنا ميه بارده. الميه البارده يعني هتفعل الجلوتين قليل، عشان لو عجنا فاحنا ما عجناش، احنا يا دوب لمينا، فلازم الميه تبقى بارده. بعد ما الم العجينه والاقيها كلها شربت الميه كده تمام، هعينها في التلاجة من تحت، مش في الفريزر بقى، في التلاجة من تحت لمده نص ساعه قبل ما ابدا اشكلها. هنا بعد النص ساعه طلعتها وهبدا بقى ان انا اشكلها واقطع العجين. حاولي ان انت لما تيجي تستخدمي العجين وتقطعيه قطعيه قطع صغيره، بحيث ان هي ما تبقاش العجينه معاكي تخينه، لان المعمول ما بياخدش السوا بتاعه خفيف جدا. فحاولي ان انت ترققي العجينه في ايدك اللي هتحطي فيها الحشوه، بحيث ان هي ما تبقاش تخينه وتحسي ان انت بتاكلي عجين. انا بلم العجينه وبظبطها بحيث ان انا اعملها رول كده عشان اقطعها في قطع متساويه مع بعض، عشان تبقى القطع كلها قد بعض. جميل جدا بجد، لو جربتيها هيعجبك. عجب كل اللي داقه، وخصوصا ان كمان العجوه جواه وهي فيها السمنه والقرفه مدياه طعم تحفه، وما هيش ناشفه جواه، طريه جدا زي اللي اكنك شارياه من بره اللي بنشتريه مغلف. هنا بدات اكور العجينه واعمل لها فراغات من جوه كده عشان احط جواها العجوه. جميله ما شاء الله، العجينه جميله وطريه. هبدا اقفل عليها بحيث ان العجوه ما تبانش خالص، وهكورها من غير ما اشكل. لو عندك اداه تشكيل المعمول هتبقى جميله معاكي. طبعا بتحطي فيها رشه دقيق، او تستخدمي كيس، تحطي كيس جواها وتبداي ان انت تشكلي بيه.
بس الكلام ده بعد ما نعين العجينة بعد ما اتشكلت نص ساعة او ربع ساعة في التلاجة، اللي هو على ما تشكلي الباقي. يعني هنخلص صينية على ما نخلص العجينة اللي معايا احطها في التلاجة واطلع ايه قطعة تانية عشان تشكليها بسهولة ما تلصقش في القطاعة. أنا عملت معاكم هنا 3 وحدات، هي عملت معايا 3 صواني كبار. هنا بعد ما خلصت الصينية هدخلها في في التلاجة من تحت شوية بحيث انها لما تيجي تتشكل ما تلزقش في القطاعة. بعد ما عندها في التلاجة بدأت استخدم المكبس دوت، جميل قوي الصراحة، اسهل من الأداة الخشب بتاع تشكيل المعمول. كانت عندي منها ما كنتش بعرف استخدمها، كانت بتضايقني جامد، انما دي سهلة جدا وبيبقى جاي معاها اشكال كتير، جاي معاها 6 اشكال. بخلص الكمية كلها على بعض كده ابدأ اشكلها وبلزقهم في بعض، خليهم لازقين في بعض ما تبعدهمش عن بعض بحيث انها ايه تاخد سواها مظبوط. بتخش تحت الشواية يا دوب 3 دقايق، تكوني مسخنة الفرن من قبلها يكون سخن وتدخليه تحت الشواية يا دوب 3 دقايق، ممكن اقل، وتبقي واقفة عليها تاخد لون وتروحي طافية الشواية ومنزلاها من تحت يا دوب برضو تاخد لون. يعني سواها كله على بعضه ما بيجيبش 5 دقايق، لون من فوق ولون من تحت. عشان كده بقولك رققي العجينة ما تخليهاش تخينة عشان ما تحسيش ان هي ما استوتش. التسوية بتاعتها جميلة ولونها طالع ذهبي وجميل، ما اتحمرتش قوي عشان الشربات بتاعنا اللي احنا حطيناه مظبوط وما نشفتش. العجوة جواها طرية وجميلة بيدوب كده، جربيها هتعجبك جدا. وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسيش لو عجبك الفيديو لايك وكومنت.